بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيناكم بوصفة جديدة وهي المشبك السوري. نحتاج لهذه الوصفة كوب ونص سميد، الكاسة بنعاير فيها السميد بنعاير فيها كل المقادير. كاسة طحين، معلقة صغيرة بيكنج بودر، رشة ملح، بنضيف لهم 3/4 كاسة مية والربع بنكمله حليب. أوريكم بهذا الشكل نخلطهم مع بعض. بنضيف لقيت علبة الزبادي مع بعض منيح. بعد ما ضفنا لهم الزبادي بنتركها ترتاح لمدة نص ساعة، بنرجع لكم إن شاء الله. فتنام خمرة العجينة. احنا كنا بنجهز في القطر اللي هو عبارة عن 3 كاسات سكر، كاس ونص مية. بعد ما يغلي أول غلوة بنضيف له معلقة عصير ليمون. رجعنا لكم بعد ما خمرة العجينة. طبعا لقيت الزيت حيكون حامي والقطر حيكون بارد لازم. لقيت بدنا نشكل مع بعض العجينة. بنجيب قمع الكريمة زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين حطينا العجينة في قمع الكريمة. هذا القمع استخدمناه 1 مل. بكون الزيت حامي بهذا الشكل. نشكل زي ما انتم شايفين بنحمرها على الشكتين. طبعا في هالحالة بيكون القطر بارد. هيك ان شاء الله اتحمرت. بنحطها في القطر البارد. وهيك متابعينا الاعزاء اصبح عندنا المشبك جاهز. ممكن تزينوه بفستق حلبي او جوز هند حسب ما بدكم. جربوها هتعجبكم كتير في هيك وقت شتوي بده اشي حلو.